ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ النهاردة هنكمل في موضوع جوازة الطيب، تعليقا على ملاحظات كتيرة جاتلي على الموضوع الحلقة الأولى في موضوع إن احنا بنرخص نفسنا. فكان التعليق اللي كان فيه نوع من أنواع السخرية والهزار، وفيه فعلا ناس عايزة تسأل هو احنا بنرخص نفسنا ازاي واحنا ايه قيمتنا الفعلية. فاحنا النهاردة هنتكلم في نقط مش وجهات نظر، هي نقط واقعية بتحدد قيمتك وليه احنا بنرخص نفسنا من وجهة نظر علمية بحتة. خلينا نخش في الموضوع على طول. أول نقطة بنتكلم فيها هي موضوع السن. في علاقة تبادلية عكسية كده ما بين الراجل والست، إن الراجل كل ما سنه بيزيد كل ما قيمته بتعلى، لكن الست كل ما سنها بيزيد كل ما قيمتها بتقل. موضوع مثبت علميا لأسباب كتيرة هنتناولها، بس خليك معايا للآخر. النقطة الأولى إن موضوع السن ده حاجة بديهية ما نقدرش نتجاوز أو نقدر نتجادل عليها، إن السن بيمشي في اتجاه الزيادة. فأنت سنك بيزيد وهي سنها بيزيد. البنت بتبقى في أحسن فتراتها وفترات خصوبتها ما بين سن 20 ل25. من بعد كده بتبتدي النسبة تقل، الموضوع بيبتدي يقل، وهي اصلا من جواها بتبتدي تقلق ان مفيش عريس هيبتدي يتقبلها لو هي متعدية ال25. اولا عشان جمالها ابتدى يقل، ثانيا عشان خصوبتها فسيولوجيا ابتدت تقل، تالت حاجة المنافسة اللي احنا لسه بنتكلم عليها ابتدت تزيد. بقى في جيل من ال21 اللي ما قلناش من ال18 سنة لحد ال30 سنة، اجيال من البنات متنوعين وهم نظريا وفسيولوجيا احسن منها. غير كده ان مفيش بنت في عمرها هتقدر توقف عوامل السن اللي بتأثر عليها. ان ما كانتش التأثيرات دي تأثيرات صحية فهي حتى بتبقى تأثيرات نفسية، والتأثيرات النفسية دي بتبقى عائق في حياتها، ان اللي هي كانت ممكن تقبله وهي عندها 20 سنة صعب ان هي تتقبله وهي عندها 30. وفي نفس الوقت طموحها بيعلى ودرجاتها مثلا العلمية بتزيد، فبالتالي مش ممكن تتقبل اي واحد بالجواز. ده غير اصلا ان اللي معروض عليها بيبتدي يقل والفرص بتبقى اسوأ بسبب عوامل السن اللي احنا بنتكلم عليها. ده حتى الخوف من الجواز نفسه ومن العلاقة الجنسية نفسها بيزيد. كل ده بقى على عكس الراجل كليا، ان قيمة الراجل وهو في العشرينات بتبقى اقل شوية، لان هو لسه ما كونش نفسه، لسه معهوش فلوس، لسه مفيش ثقة ان هو ناضج بالشكل الكافي ان هو يفتح بيت. غير ان خبراته بتبقى قليلة، اختياراته بتبقى فيها جزء كبير من عواطفه واندفاعاته، فبالتالي هو مبيبقاش جذاب قوي الا للي اصغر منه، اللي هم في اعدادي، اللي هم اصلا ما ينفعوش يتجوزوا. وفي نفس الوقت بيبقى فيه بقى اجيال من اللي اكبر منه، اللي هم نظريا بيبقوا جذابين اكتر للبنات لان هم اكتر نضج منه، بما ان هم عدوا سن معين، عدوا ال30 مثلا، فهو نظريا هو ناضج. وفي نفس الوقت ممكن يكون ابتدى يحقق الاستقرار المهني، ابتدى يثبت نفسه في وظيفة، مش لسه بيتنقل بالوظائف او بيتعلم او لسه بيدور. بيبقى فيه نظرة ليه ان هو ابتدى يبقى مستقر ماديا ويقدر يفتح بيت، وخبرته في إدارة البيت ده وقيادته بتبقى أعلى. ده غير إن بيبقى قدامه خيارات أكتر إن هو يتجوز بنات من سن العشرينات اللي هم أصغر من ال30، لأن خصوبته ملهاش أي علاقة بسنه، هو يقدر يخلف لحد ال90 سنة. فبالتالي قيمته عمالة بتزيد، واختياراته في الفئة اللي أكتر جاذبية ليه اللي هي أقل من ال30 سنة، على عكس البنت اللي هي ما بتختارش بشكل موضوعي وهي في سن العشرينات ويبتدي يمر بيها الزمن، بتبتدي اصلا الفرص اللي كانت موجودة لها بتبتدي تقل ان ما كانتش تختفي يعني. غير ان دلوقتي في كتير من الستات في مصر عايشين الوهم وبيدوا القيمة بتاعتهم لنفسهم، وكل واحدة فاكرة ان هي ما حصلتش، وده منطقيا بالصح وغير واقعي. الشباب دلوقتي مفتوحة على العالم وبتشوف العالم وبتشوف الأجانب والأجنبيات، وبتشوف الأجانب مش شكلا بس، شكلا وموضوعا اللي هم بيقدروا يقدموه لأزواجهم. الواقع إن قيمة الست الحقيقية بتتحدد عن طريق الراجل، لأن مفيش واحدة هتكون متصالحة مع نفسها وتقول إن هي فيها عيوب، هي دايما هتقول على نفسها إن هي أحسن حاجة.
بس مين اللي بيقيم الشيء ده وفعلا شايف ان المساوئ اللي هي بتتكلم عليها دي ممكن يتعايش معاها ولا لأ؟ هو الراجل اللي هيتجوزها. الراجل بيبقى عنده مقومات تانية لما بيجي لسكة الجواز. ده غير اصلا ان اغلب البنات عندهم شك في جمالهم الشخصي. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ لان في ناس كتيرة بتبقى متوقعة ان اختيارات الراجل بتبقى قايمة على الانجذاب الجنسي بس ناحية الطرف الاخر، وده مش صحيح. ولكن تقييمهم بيقوم على حاجات تانية خالص، زي مثلا الاهتمام بالبيت، زي قدرتها على الانجاب وتربية الاولاد بشكل كويس. وجزء مهم جدا ان هي تكون مطيعة، ما تكونش هتتعبه في حياته. واهم حاجة طبعا ان هي اخلاقها بصفة عامة سواء جوه او بره البيت يكون بيثق فيها. والجزء بقى الاخير اللي دايما الرجالة ما بيقدروش يتغاضوا عنه، اللي هي فكرة علاقاتها اللي قبل كده او ان هي ما اتجوزتش قبل كده، لان احنا برضو في مجتمعات لسه غالب عليها الجزء ده. وللعلم في بنات كتيرة بترفض الارتباط ببعض الشباب بسبب علاقتهم السابقة. فما بالك بقى بالراجل اللي علاقة الست بتبقى مؤثرة عليها، مش بس نفسيا، لا نفسيا وبدنيا. المشكلة ان التوجهات الجديدة بتفهم الست عكس ده، بتفهم البنات ان هم يدوا قيمة اعلى من اللي هم بيتخيلوه. طيب احنا بنسأل بشكل موضوعي، القيمة دي متحددة بناء على ايه؟ انت دايما هتلاحظ ان الست اللي بتتجوز واحد ناجح وقيم هتلاقيه بيرفع من قيمتها هي كمان وحياتها بشكل اوتوماتيك. وعلى العكس لو واحدة ذات قيمة عالية وعلم وجمال، مش بالضرورة ان هي بترفع قيمة وحياة الراجل اللي معاها، بل بالعكس ان هي بتبقى دايما حاسة ان هي صاحبة فضل عليه، لان هو دايما اللي ملزم ان هو يصرف وان هو يقود العلاقة. فلما تحس ان هي اللي بتقودها، ده ما بيبقاش في صالحه خالص. كمان مهما الست وصلت لمراحل عالية قوي في التعليم وفي الشغل وفي الخبرة وفي الفلوس، عمر ما كان ده عنصر جذب للرجالة. فلوسها مثلا على سبيل المثال ممكن تبقى عائق في ان الرجالة يتقدموا لها، خوفا من المستوى الاجتماعي اللي هي ممكن تكون بتطالب ان هي تعيش فيه. انت لو سألت واحدة انت عايزة تتجوزي واحد عامل ازاي، هتقولك مثلا يكون وظيفته مرموقة، يكون مستقر ماديا، يكون معاه فلوس كفاية عشان يبقى مقبول ليها وتقدر تحس بالأمان معاه. المشكلة اللي حاصلة إن البنات في مصر بقت عايزة الراجل التقليدي اللي يصرف عليها ويحميها وعنده أخلاق وبيشتغل كويس، وفي نفس الوقت هما مش عايزين يبقوا الستات التقليديين اللي بيهتموا بالبيت ويبقى عندهم الأولاد رقم واحد في حياتهم ويربوا العيال ويبقوا مطيعين وتحت قوامة الراجل. طب ازاي؟ المشكلة التانية هي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنأكد عليها، ان الرجالة مش عارفة قيمتهم بتاعة الجواز، وبتتعامل مع الستات على ان هم كائنات مثالية، وبالتالي قبولهم بالجواز بيبقى مقابل ان هم بيتنازلوا عن قيمتهم الحقيقية في ان هم يقبلوا حاجات كتيرة زي القايمة والطلبات التعسفية والتعامل من قبل الجواز واللي بيستمر الى ما لا نهاية بعد الجواز. الشباب الكويسين مش عارفين ان هم جايزة لأي ست، لأن الراجل اللي بجد ما بيبقاش عايش حياة مرفهة وحد بيصرف عليه. الستات ما بتبقاش عارفة ايه المقابل اللي هيقدموه للراجل الكويس. الراجل هو اللي بيصرف، هو اللي بيجيب الشقة، هو اللي بيتحمل كل حاجة، هو اللي بيربي الأولاد، هو اللي بيتحمل مشاكل بره ما بيجيبش سيرتها جوه البيت عشان البيت يفضل قايم. لكن هي مش هتقدر تعمل ده ولا هتقدر تقيم ده، لأن هي ما بتقدمش حاجة بالمقابل. إذا كان المقابل هو الولادة وتربية الأبناء، فهي قالت إن ده مش دورها وإن ده دور مشترك، فبالتالي حتى هي اتهربت من دورها اللي بتقدر تقدمه للراجل في المقابل عشان هو يركز في حياته ويقدر البيت مستمر. لكن هي هتدي قيمة لنفسها على جمالها، على جسمها، على الحاجات دي اللي هي أصلا مع الوقت مش هتبقى موجودة. معظم الستات بتتعامل معاك كسلعة، اول ما بتاخد كل مواردك وفلوسك ساعتها ممكن قيمتك بالنسبة لها تقل. والدليل على كده ان انت لو داخل اصلا البيت ومواردك وفلوسك مش كفاية مش هتتقبل، الا طبعا في العائلات الكويسة. انا ما بعملش الكلام ده طبعا، في لسه ناس كويسين بس دول النادرين، وده السبب ان احنا بنتكلم في الحاجات دي. لما تيجي تروح تتقدم لواحدة، اسأل نفسك
هي هتقدم لك ايه في المقابل عشانها. وابتدي حط تقييم للكلام ده من 1 ل10. معظم الستات اللي بيقدروا يقدموه هو الجنس. طب لو شلنا ده من المعادلة، ايه اللي هتقدر تقدمه لك؟ ساعتها هتعرف ان الستات بدون الجزء ده مفيش، الا بقى لو واحدة عارفة فعلا ان هي مصيرها للبيت وللعيال. وفي الاخر النصيحة هي ان انت عشان تفضل قيمتك في سوق الجواز عالية، ان انت الوقت في صالحك، ان انت كل ما بتكبر في السن كل ما قيمتك بتزيد. بس ما تعتمدش على ده بس، لازم تبقى معاك فلوس كويسة ومهتم بصحتك، وفي نفس الوقت تطور من مهاراتك وحياتك الاجتماعية، اخلاقك ما تنساهاش، لان سنك بيسمح لك بده وقيمتك كذلك. على العكس هما سنهم بيزيد ومحتاجين يتجوزوا بسرعة، انما انت مش هتخسر حاجة، بالعكس اتجوز الجوازة الصح اللي هتفيدك انت شخصيا وهتضيف لك. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومة. متنساش تعمل شير عشان كل الناس تستفيد بيها، وتعمل لنا سبسكرايب وتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.